السلام عليكم، صباح الخير. طبعا في ناس كتير ممكن تستغرب ان انا بعمل فيديو بسبب الظروف الكتيره يعني اللي حاصله ليا بقالها فتره. بس في الحقيقه انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده لعده اسباب. منها واهمها هي ان انا حابه ان انا اقول يعني معلش يا جماعه تفصيله كده صغيره، يعني انه هو ما فيش في الحقيقه كتالوج للحزن خالص. يعني مثلا انا زي ما هو واضح في الفيديو، يعني اعتقد انا شكلي كويس جدا، يعني شعر احمر زي ما هو، حاطه روج، لابسه لطيف جدا، على فكره ريحتي حلوه بستحمى الحمد لله، هذا من فضل ربي، تمام، بقلش اهو زي ما هو واضح، فانا كتكوته في نفسي يعني تمام مفيش حاجه. بضحك ساعات، بتفرج على التلفزيون، بسمع ساعات اغاني جدا، في اغنيه شغاله في العربيه دلوقتي وكنت من شويه بغني معاها عادي جدا جدا جدا، واي حد هيشوفني على فكره هيحس كده بينه وبين نفسه ايه ده، دي شكلها كويس جدا، ايه ده، خلاص كده تمام، يعني مفيش حاجه، صح مفيش حاجه، طيب خلاص بقى، يعني ما ايه بقى مكبره الموضوع ومش عارف ايه وبتاع وكده. لانه انا في الحقيقه سمعت كام حد بيقول كده هوت يعني، والفيديو ده مش عشان الناس دي بس هو في الحقيقه علشان الناس التانيه اللي بتفكر في الكلام دوت كل يوم. في الحقيقه الناس اللي بتقول لك دول شكلهم كويس، او دي شكلها كويس وعدت الدنيا، هم في الحقيقه يعني وانا هنا مش قصدي خالص ان ابقى دراما كوين والجو ده وكده، هم في الحقيقه ما بيروحوش مع البني ادم بالليل مثلا ويشوفوه يبقى عامل ازاي، ولا مثلا بيفلوني في دماغي فبيكتشفوا ان انا طالعه لي حاجه في دماغي كده وجعاني عامله لي كله بسبب الزعل غالبا، واحنا مش عارفين ايه هي، يعني تكاثرت الاقاويل حواليها. في ناس كتير بتقعد تطلع باستنتاجات بس بسبب شكلك الخارجي، وبس بسبب طريقتك انت في انك بتتعامل مع موقف معين او مع حاجه معينه حصلت لك في حياتك، وبيستخلصوا انه ما هي خلاص بقى، يعني على شهر 4 اكيد هتبقى كويسه يعني، وخلاص يعني اكيد هتبقى تمام، يعني هو ايه دي، اصلا انا باين كنت مفركشه مش امي ماتت، فعادي يعني، فاهم ازاي؟ وكمان المهم جدا ان احنا نعرف ونتاكد للمره المليون، وتاني مره بقولها، انه في الحقيقه هو مفيش كتالوج للحزن، يعني مفيش حاجه معينه بتقول لك 1 البس اسود، 2 ما تتفرجش على التلفزيون، 3 اوعى تضحك، 4 دايما خليك كئيب، 5 خلي دايما شكلك كده وشك مسود باستمرار، 6 خليك دايما مكتئب، 7 اكرف على كل الناس اللي حواليك وكرههم في حياتهم عشان انت حاصل لك مشكله. مفيش كتالوج خالص بيقول الكلام دوت، وكل واحد فينا في الحقيقه بيتعامل مع الحزن وبيتعامل مع اللي بيتعرض له في الحياه بطريقته هو، وفي الاخر يعني في الحقيقه يعني بغض النظر عن اي حاجه هي خساره البني ادم. فلو انا يعني كنت حابه ان انا اعمل الفيديو ده، فانا كنت حابه ان انا اعمله مش علشان الناس اللي بتتكلم، لانه في الحقيقه طز جدا جدا، او الناس اللي بتطلع باستنتاجات، لانه الاستنتاجات دي استنتاجات حزينه جدا جدا، وفي الحقيقه انا دايما بحاول ابقى صادقه مع نفسي وصادقه مع كمان الناس. انا ما اتمناش لاي حد ان هو يتعرض لخساره زي ديت، وباي او اي نوع تاني من انواع الخساره يعني عموما، علشان ده امر صعب، فهنعدي الموضوع ده. لكن في الحقيقه الفيديو دوت لكل حد بيفكر يمكن في كلام الناس ديت، وبيفكر ان هو لازم يعمل حاجه معينه او يبقى شكله حاجه معينه علشان يصدر صوره معينه وفكره معينه ومعنى معين عن احساسه هو للي هو حاصل له اصلا وخسارته للبشر. في الحقيقه ملهاش لازمه خالص، واعمل اللي انت عايزه وحس اللي انت عايزه وبس، ويعني في الاخر هي حياتنا احنا يعني، وفي الاخر في الحقيقه هي خسارتنا احنا مش خساره حد للاسف يعني. والحمد لله طبعا على كل حال. بس ومش حابه بقى ان انا ابقى كئيبه والجو دوت، لان انا بحاول اوريدي، ما تشوفونيش بالليل الموضوع بيبقى سيء. بس فتمام يعني يا جماعه، وان شاء الله اراكم قريبا في حاجات جميله اهو، في نفس المكان، في نفس العربيه الجميله اهي اللي انتوا بتتكلموا عنها. حبايبي الحمد لله على كل حال، الحمد لله، بنحاول جدا، بحاول